راديو القاهرة الكبرى. وعندنا صح الكلام. إعداد وتقديم شيناز مصطفى. صح الكلام. صح الكلام. أهلا بكم أعزائي المستمعين ولقاء جديد وصح الكلام. ضيفتنا النهارده دكتوره حنان عبد الرازق، دكتوراه في علم الاحياء الدقيقه بكليه العلوم جامعه اسكندريه. اهلا بيكي معنا يا دكتوره حنان. اهلا بحضرتك. دكتوره حنان، كلامنا النهارده بيقول ايه؟ العلم في الراس مش في الكراس. ايه رايك؟ صح الكلام ولا غلط الكلام؟ صح الكلام، مظبوط. العلم في الراس مش في الكراس فعلا؟ طبعا العلم ليه؟ في الراس، لانه العلم لما بيبقى في الراس دوت بيفرق كتير عن لما يبقى هو في الكراس. بس في الكراس يعني احنا كاتبينه، لكن هو مش في عقلنا، احنا مش هنعرف ان احنا نتعامل بيه او ان هو يكون محور تصرفاتنا، مش هيبقى حاجه احنا بنستخدمها في حياتنا. هو هيبقى محفوظ كده في الكراسه لكن احنا ما بنستخدمهاش. وهو العلم ما اتعملش عشان كده، هو العلم معمول علشان خاطر احنا نستخدمه في حياتنا، ويا اما يسهل لنا حياتنا يا اما نقدر نطورها. هو كمان بيوسع لنا الافق بتاعتنا، ان احنا لما نبقى المعلومه عندنا في عقلنا نقدر ان احنا لما نيجي نتعامل على اساسها يبقى عندنا افق واسع في التعامل معاها. انت ذكرتي نقطه واحنا بنتكلم ان العلم فعلا في الراس مش في الكراس، مش مهم يكون في الكراس، بس في ناس بتحب تذاكر وتحفظ عن طريق الكتابه. دي حاجه كويسه ان هم يعملوا كده، هي دي حاجه فعلا بتثبت المعلومه في دماغنا، بس هي بتثبتها فين؟ في راسنا، في دماغنا. يعني احنا ما نبقاش مثبتينها في الكراسه بس. اللي بيحفظ بيكتب علشان يثبت المعلومه في دماغه، لان هي طول ما هي في دماغه هو يعرف يتصرف بيها. طول ما هي في دماغه هي بالنسبه له هي زي ما تكون المحرك اللي بتحركه. انا هتحرك على اساس المعلومه اللي عندي، سواء بقى كانت المعلومه دي هتفيدني في شغلي، هتفيدني في حياتي، هتفيدني في اي حاجه في التعاملات بتاعتي. انا هي المعلومه عندي في راسي مش في الكراسه بس. تمام. تفتكري اصل المثل ده ايه دكتوره حنان؟ او كانوا بيقولوا لي زمان؟ يعني ممكن ان انا اتخيل ان هو مثلا ممكن يبقى علشان يحفزوا الناس ان هم ما يحتفظوش بالعلم مكتوبا بس، ان هم يعملوا بيه، مش يخلوه مكتوب بس في حياتهم، يبقى في العمل كمان العلم اللي هم اتعلموه. طب ليه الاولاد الصغيرين دايما بيقولوا الجمله دي لامهاتهم وهم بيذاكروا لهم كده؟ بياخدوها الاطفال بطريقه ضحك او هزار؟ ممكن طبعا الاطفال الصغيرين بيبقى عندهم فكره انه لا انا عايز اكتب بالواجب واجري، انا عايزه اخلص واجري. لكن احنا بقى كاولياء امور او كناس اكبر يعني المفروض ان احنا نفهمهم انه انت بالعلم ممكن ان انت تعمل حاجات انت من غيرها وهي مش في دماغك مش هتعرف تعملها اصلا، مش هتخطر على بالك. يعني انا ممكن احكي حكايه بسيطه كده، يعني هي علميه شويه بس هي هتفهمنا ان العلم ليه في الراس اهم من ان هو يكون في الكراس وانا مش حافظه. العالم الكسندر فليمنج ده اللي عمل لنا البنسلين ده اهم مضاد حيوي في حياتنا. فهو كان عرف ازاي اصلا البنسلين ده واكتشفه ازاي. هو بعد ما خلص الشغل بتاعه في المعمل ساب الاطباق بتاعه البكتيريا وقال هبقى اجي اغسلها كمان فتره. اتاخر الغسيل لسبب او لاخر، لما رجع لقى في فطر متكون وعامل حواليه هاله نقيه كده ما فيهاش اي بكتيريا خالص. فهو عشان العلم في راسه فكر هو ايه اللي حصل ده؟ معنى كده ان الفطر ده قتل كل البكتيريا اللي موجوده حواليه. هو لو العلم مش في راسه، لو العلم في الكراسه بس، كان جه غسل الحاجه ولا خد باله اصلا ان البكتيريا راحت او ان البكتيريا ماتت او كده. وفي الحاله دي هو بقى لما فكر كويس، لا هي كانت صدفه صحيح لكن يستفاد منها لان العلم في دماغه. فكر انه كده البكتيريا اتقتلت. طب اتقتلت بايه؟ معنى كده ان الفطر اللي اتكون ده هو اللي قتل لي البكتيريا دي. ابتدى ان هو يبحث عليها وفعلا اكتشف لنا البنسلين اللي هو اهم مضاد حيوي، ده انقذ البشريه يعني. دكتوره حنان، هناخد الجمله دي العلم في الراس مش في الكراس لاولادنا في فتره المذاكره. الولاد كتير بيحبوا فعلا، انت ذكرتي نقطه ان هو عايز ايه؟ يجي من المدرسه يخلص الواجب يكتبه ونقوم نلعب. ايه رايك والتصرف يكون ازاي بقى؟ لا طبعا هو مش المفروض كده. المفروض ان الاهل ان هم يفهموا الطفل او الطالب هو ليه بيعمل كده. هو بيعمل ده علشان خاطر يحفظ المعلومه في دماغه. يعني هو مش بس بيكتبها، لازم يفهموه ان هو مش بس بيكتبها على الكراسه عشان يؤدي الواجب اللي عليه فقط، هو بيدخلها جوه دماغه وهو بيعمل العمل اللي هو بيعمله ده. هنعرف نعمل الكلام ده مع السن الصغير، لان الكتابه بعدد صفحات او عدد مرات بيبقى اكتر في السن الصغير يا دكتوره حنان. هو ممكن هنعرف نوصل الفكر ده للطفل مثلا سن نقول من 4 ل6 سنين مثلا كده؟ ممكن ان احنا نحللهم بقى الحكايه دي. يعني مثلا بالنسبه للاطفال الصغيره بتبقى حكايه ان انا اديله نجمه، احط له ستيكر حلو، اديله هديه او مكافاه بعد ما يخلص اللي هو كتبه ده. مثلا لو هو كبير شويه بيستخدم الالوان الجاف في الكراسه بتاعته، ممكن اجيب له الوان مختلفه بحيث ان هو يخلي الكراسه شكلها حلو. فهو هيبقى عنده احساس ان هو عايز يعمل الواجب ده، وطالما هو بدا يعمل الواجب بالاحساس ده او بالفكر ده هو هيبتدي فعلا انه العلم يدخل جوه دماغه. مش هيبقى بيكتبه كده وخلاص عايز يرميه ويجري، مش هيحصل. لا هو
هو هيبتدي يدخل جوه دماغه فعلا. هو الولد نفسه او الطالب نفسه، البنت نفسها الصغيره هتبتدي تحس ان هي بتستفيد من العلم وهي بتكتبه، هتتبسط. زمان كان اهالينا واحنا صغيرين كان دايما يقولوا لنا ايه وانت بتذاكري دايما جنبك ورقه وقلم. ايوه صح بالظبط كده. هو دي اصلا يعني اول حاجه حتى في القران نزلت اقرا، اللي هو لازم حاجه مقروءه، حاجه مكتوبه علشان احنا نقدر ان احنا نستوعبها. لو الحاجه اتقالت كده مثلا من غير الكتابه، من غير هتطير على طول من دماغنا، مش هتبقى ثابته في دماغنا نقدر ان احنا نستخدمها في حياتنا. يعني نحط العلم اللي احنا في دماغنا نحطه في الكراس. العلم في الكراس. لان الجيل الجديد كمان بقى الكبير يا دكتوره حنان بيعتمد على الموبايل والتاب، وكل الماده العلميه بتاعته بيذاكر عن طريق الحاجات دي، مش عن طريق الورقه والقلم والكتابه. ما هو ده الانترنت بالنسبه لهم هو الكراس بالنسبه للناس زمان، بس برضو العلم لازم ينتقل من الانترنت لعقلنا لراسنا، او من الكراسه لراسنا. الكراس ده عشان يعني المثل كان قديم، احنا يعني استعضنا عن الكراس والقلم وكده بالانترنت، ولو ان انا مش موافقه على ان ده يحل محل ده، بس يعني هو ده الطريقه اللي الناس بتتعلم بيها دلوقتي. لكن بتاخد العلم وتحطه فين؟ في راسها برضو. طب احطه في الراس ازاي من غير ما ارجع للكراس؟ والله هو حديثا الولاد اللي هم الطلبه الصغيرين الجداد بداوا ان هم يتعودوا على الحكايه دي. هي دي على حسب التعود. هو بس اهم حاجه بالنسبه لنا ان هو ايا كان المصدر اللي جاي منه العلم، سواء من الكراس او من الانترنت او من اي مكان، المهم يبقى في الراس، لان هو في الراس هعرف استخدمه. طول ما هو في اي حته تانية انا مش هعرف في اللحظه اللي انا محتاجه فيها استحضره، مش هقدر اعمل حاجه زي كده. هو دي طريقه المذاكره بقى اللي بتفرق، او طريقه حفظ المعلومه اللي انا قريتها بتفرق شويه. لان مثلا في حاجه في علم النفس شويه بيقول لك لو حد مثلا عايز يسترجع حاجه ان هو يقولها 3 مرات، يكتبها 3 مرات ويرجع يقولها لحد، يعني يعلمها او يخبر بيها حد 3 مرات، بحيث ان هو كده يعني حفظها قراها كده وبعدين كتبها وبعدين بلغها بقى، يعني استرجعها من دماغه. لما بيبلغها بيعمل ايه؟ بيسترجع اللي حفظه سواء قراه او كتبه وبيبلغه اللي قدامه. الكلمه بتاعت اهالينا التكرار. بالظبط كده بالظبط كده. هو نفس طريقه اللي كان الاهل بيقولوا لنا عليها نذاكر بيها زمان. ايوه ورقه وقلم جنبك، التكرار كتير بالظبط. بس مع تطور العصر بقى في الانترنت، بقى في نظريات في العلم النفس، هي موجوده طبعا من زمان بس بقينا نفسرها اكتر لينا. بالظبط، وبقينا يعني نسترس عليها ونشوف هي مهمه بالنسبه لنا فعلا. يعني احنا بنحس باهميتها، بنحس ان انا لو انا فعلا قريت الحاجه، يعني انا نفسي بجرب الحكايه دي ان انا اقرا الحاجه 3 مرات بعدين اكتبها 3 مرات. لما باجي اقولها ال3 مرات اللي بقولهم فيها، المره الثالثه بتبقى احسن مره، فبلاقي نفسي خلاص استوعبت الموضوع موجود في دماغي وانا ممكن اتعامل بيه في اي حاجه بقى خلاص. حلو قوي جميل. اكيد مش كل المواد الطلبه بيدرسوها بيحبوها. اكيد اكيد ملهوش علاقه ان انا حابه المجال ده ولا مش حباه. لا خالص. هو طبعا هو اسلوب لان هو بيبقى حسب ميول الطالب عامله ازاي. في حد بيحب الحاجات الادبيه، حد بيحب الحاجات العلميه، حد بيحب الحاجات الرياضيه، بس في الاخر ده اسلوب او طريقه او سيستم بيذاكر بيها الطالب او الطفل حتى لو صغير. السيستم ده لو حاجه بيحبها هيبقى بيذاكرها يعني بمجهود اقل، بشغف اكتر. لو هو حاجه مش مايل ليها قوي، مش عايزين نقول ما بيحبهاش، مش مايل ليها قوي، هيبقى تاخد منه بس مجهود اكتر علشان يستوعبها، لانه دي مش ميوله. لكن السيستم هيمشي على كل العلوم. هو ده صح الكلام. وبنشكر حضرتك دكتوره حنان عبد الرازق، دكتوراه في علم الاحياء الدقيقه بكليه العلوم جامعه الاسكندريه. الف شكر. شكرا ليك يا دكتوره حنان. الف شكر لحضرتك. شكرا لكم اعزائي المستمعين، ولكم تحيات لميس سعيد هندسه اذاعيه، وتحياتي شاهناز مصطفى. صح الكلام.